كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. زي ما بنستعد وبنجهز البيت لاستقبال شهر رمضان الكريم، المفروض كمان ان انا ابتدي اجهز جسمي لاستقبال شهر رمضان. كتير مننا بيعاني اول كام يوم من رمضان من صداع شديد وارهاق شديد جدا. غالبا بيكون السبب في دوت هو الاقلاع عن الكافيين في الفترة دي. كتير مننا مش بيفوق الصبح غير لما ياخد فنجان قهوة او ياخد مج نسكافيه، بيقول لك مش بعرف افتح عيني او ارفع دماغي غير لما اخد قهوة او نسكافيه. المفروض ان انا ببتدي ادرب جسمي في الفتره دي من اسبوع لاسبوعين قبل رمضان على ان انا بقلل كميه الكافيين وبحاول افوق طبيعي من غير الكافيين دوت اللي انا باخده الصبح. الكافيين عموما بيزود الطاقه اللي موجوده في الجسم، وبعد كده الطاقه دي بتنهار، فبحتاج ان انا اخد كافيين تاني عشان اعوض الطاقه اللي انا فقدتها. فانا لما هبتدي اسحب الكافيين من الجسم هبتدي اعوض جسمي بالطاقه اللي هو فقدها لما فقد الكافيين. ازاي؟ بان انا ببتدي اقلل تدريجيا كميه الكافيين اللي انا باخدها. يعني لو انا باخد 4 فناجين في اليوم قهوه، هخليهم 3 فناجين، هخليهم فنجانين لحد ما اوصل بفنجانين او فنجان في اليوم. لو انا باخد نسكافيه نفس الفكره، هدرج الكميات لحد ما اوصل لان انا باخد مج او مجين في اليوم. الحاجه الثانيه ان انا المفروض ابتدي استبدل المنتجات اللي فيها كافيين بكميات كبيره بمنتجات فيها كافيين اقل، زي مثلا الشاي الاخضر. ان انا ابتدي استبدل مشروبات الكافيين ديت بمشروبات افيد زي الاعشاب، زي مثلا اخد ينسون، اخد نعناع، اخد بابونج، اخد جنزبيل، اخد قرفه. وكمان ابتدي انظم المواعيد اللي انا بشرب فيها الكافيين بتاعي، ان هي ما تبقاش في اي وقت مستباحه، يبقى ليها مواعيد ثابته. الافضل ان انا ابتدي انظم المواعيد اللي انا باخد فيها الكافيين دوت، والاحسن طبعا ان انا ابعدها عن مواعيد النوم عشان ما تاثرليش على جوده النوم. علشان نتجنب اعراض انسحاب الكافيين من الجسم، المفروض ان انا ببتدي اخد وجبات غذائيه متوازنه فيها محتوى عالي من البروتين ومن الالياف. ببتدي ازود كميات الميه اللي انا باخدها علشان خاطر تظبط لي الطاقه بتاعت جسمي. ممكن كمان اعمل رياضه خفيفه زي المشي، بحيث ان هي تحسن الدوره الدمويه وتقلل الشعور بالارهاق. وكل سنه وانتم طيبين.